السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نشارك معكم سلو ديالي اللي صايبته بالدقيق ديال الحنطه. كيلو ديال الدقيق ديال الحنطه اللي حمرته وزدت عليه 500 غرام ديال اللوز، 250 غرام ديال الكاوكاو، 2 ملاعق كبيره ديال النفل، 2 ملاعق كبيره ديال زريعه الكتان، وملعقه كبيره ديال بذور الشيا، وملعقه كبيره ديال القرفه، والزنجلان، واحد كاس ديال الشاي ديال الزنجلان. ويا البنات ودرت التمر في بلاصه السكر، ما درتش فيه انا السكر، والزيت البلديه، وطحنت كلشي وخلطته. جا لذيذ بزاف وصحي ومزيان للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن بحثوا على فوائد ديال الدقيق ديال الحنطه. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموا. المهم البنات، اليوم عيد الاب، وبهذه المناسبه هذه غادي نحضر واحد الطورطه لراجلي الاب ديال بنتي. غادي نكبره به زعما واحد شويه، زعما نحسوه باللي هو ابي ولا لا. في الطورطه كندير 3 ديال البيضات، كاس عفوا فميره عوج، كاس اقل 4 ديال الزيت، وكاس اقل 4 ديال السنيده، وصافي. وهنايا بغات تخلط هي، ها هي دابا غادي تبدا تغوت. انا غادي نجيب ليها الفرشيطه باش تخلط معايا. هي غادي تزيد تخلط، بغات لا فروست. مهم البنات، بزت 4 كاس ديال الماء، وغادي نزيد كاس ديال الياغورت. عندي الياغورت في الدار، درت كاس ديال الشاي. هذا الشاي هذا باش عبرت المقادير الاخرين عبرت به حتى الياغورت، وصافي. وغادي نخلط مزيان. من بعد ما رديت الياغورت للثلاجه غادي نخلطو مزيان انا وياها. وهي تضحك وتتخلط، عجبها الحال. ايوا صافي. دابا غادي نجيب الخميره. هاد الخميره هي البنات زوينه، خميره وفي نفس الوقت فيها المذاق ديال الفانيليا، زوينه. هذه باني دي انجيلي وقيله، والله ما نعرف، ما عقلتش على سميتها، حيت وليت ناخذ واحده اخرى ولكن خايبه فيها. كيف رزينها وصافي نخلطو. هو تاني كيهضر وهذاك. ايوا صافي. دابا غادي ندير الكارت ديال الكوتشينه، ندير هاد الكارطه ديال الفران نديرها وصافي. وعاد من بعد غادي ندير سميتو، غادي ندير الزبده ونرش بالدقيق كيف ما حتى يديروا كاملين باش ما تلصقش لينا من الجناب. مهم البنات، الى عجبتكم القناه مرحبا بكم والف مرحبا. تنشارك معكم حياتي اليوميه، الروتينات ديالي، وتنتقسم معكم الحلوه والحراره اللي في هذه الغربه. والله ما يحس بيا غير اللي جربها بحال. والله العظيم الى 5 سنين ما مشيتش، ودابا باقي تنقول خاصني نمشي. كل مره تطيح شي حاجه تتحبسك، كل مره غير الله ييسر الامور وصافي. المهم دابا كبينا الخليط ديالنا في هاد لاتيليه باش ندخلوها للفران. وبنتي من طبيعه الحال مقابلاني
راه ما تفرقش معايا فين ما مشينا نمشيو بجوج والله لا. صافي دابا من بعد ما دخلتها للفران دابا درت البنات لما كيطيب غادي نصايب ليه واحد الباسطه تاع حماق عليها تتعجبو. المهم غادي نسلق هاد المقرونيه المجعبه بالحجم الصغير. انا هادشي اللي عندي، تقدروا تستعملوا اي حجم عندكم. وهنايا ستيك ديال اللحم ديال البقري، درنا ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الثوم بودره وشويه ديال البصل بودره حتى هو. وغادي ندير من بعد شويه ديال التحمير وشويه ديال الكمون. البنات انا تعجبني الكمون حيتاش فيه فوائد صحيه عديده، قلبوا عليه. راه اللي تتعاني من الانتفاخ راه مزيان الكمون. حنايا ما نتبعوش داكشي ديال الوصفه ديال العراسات، داكشي مزيان تاكل ليهم مره في شحال ولكن ماشي ديما. مهم فهاد المقله هذه اللي كلها مشرطه خاصني ناخذ وحده جديده. درتها لاطون بالزيت ديالو حيتاش هو كاين في الزيت ديال البلديه راه مكتوب تماك في السكاطوله. ومن بعد تنزيد البصله الخضريه الا كاينه ديروا الخضريه ما ديروش الاخرى مجهده بزاف. انا كل ما كانت هاد الخضريه هذه غادي ندير سميتو بودره البصله. المهم من بعد ما تشحرات البصله مع الطون غادي نضيفوا الباسطه ديالنا. مهم نصفيوها من الاحسن في شي شبكه ولا ما نبقاو نهز بحال هكا. دابا هزي وحيت صغيره في الحجم تتهرب ليا في الماء. ايوا صافي نبقاو نهزو حتى نكملوها وعاد غادي نكملوا داكشي الاخر. راني حضرتها معكم يا في واحد الفيديو كان من بعد البنات ما نكملوا الباسطه ديالنا نحيدوها كلها من الماء. صافي غادي ندوزو دابا باش نضيفو صلصه الطماطم غير شويه ما نكتروش غير شويه حيتاش باقي غادي نضيفو البانه الكريمه ديال الطبخ الكريمه الحلوه المالحه يا ودي بغيت نقول ماشي الحلوه المالحه. وهذيك الكريمه يا البنات كطويته مع الطون والبصل ومطيش ما عرفتي تجي واحد الباسطه كريموزه واعره ما غتولي مدمنه عليها والله العظيم. الا انايا واخا انا ما كنبغيش ناكل بزاف داكشي ديال المعجنات بسبب الكرش، ما كنبغيش ناكل بزاف داكشي ديال المعجنات. ولكن هاد الباسطه مره كنديرها نهارش تنديرها نهارش كنكثر منها. المهم دابا غادي نضيف الكريمه ديالتي. من بعد ما نضيفها هي البنات ما نخليهاش طيب بزاف والا غادي تجي قاصحه غير تبدا تتبخبخ ولا ما عرفت سميتها تتبقبق ونطفي عليها. صافي وها هي نيت انا دابا غنطفي عليها. شفتوها تتبقبق ايوا صافي دابا غادي نطفي عليها باش تبقى واحد شويه وتشرب لي سميتو داك سميتو بين ما نطيب اللحم. وصافي اللحم ديالي راكم عارفين درتو في ديك العطريه. دابا تندوزو في هاد لاشابلير في الخبز الكارم ولا سميوه كيف ما بغيتو. وصافي وتنقلي في الزيت البنات. ودابا خفت تلصق ليا وهو قلت لي جي تخلط يا اختي جاي خلط لا تلصق ما كنحملش ملي تتكون لاصقه وتتكون محروقه من التحت كنتعصب. ايوا صافي ايوا دابا صافي انا غادي ندير نقلي هاد اللحم هذا يا البنات. وصافي هاد اللحم هذا تيجي بنين حتى هو التتبيله تعطي واحد المذاق زوين وتتعصري عليه واحد شويه ديال السيطرون تيجي واعر. وفكرتوني في السيطرون يا ربي نسيتو ما شريتوش اليوم قلت شريت كلشي هو السيطرون نسيت عليه. وصافي من بعد ما طاب كلشي هي البصله ديالنا جات على هاد الشكل هذا واللحم هو هذا. ودرت واحد الشلاضه راني اصور لكم هذاك الشيء اللي طيبت معاكم. وصافي يا البنات هي الكيكه ديال عيد الاب اللي درت معاكم وزينت داكشي اللي عندك باليوغورت ودرت ليها هاد العيبات هادو ديال التزيين ديالي وقسموا لكم بالله فيها هاد اليوغورت ديال الفريز انا تيعجبني اليوغورت ديال عرفتي واحد الرميه لاله كيفاش جات. ها هي راه تنفخات من الداخل واخا راه باقا سخونه والله الا وين تنفخات ما كنتش كنظن هذه هي الكيك ديالنا ديال عيد الاب سميتو. المهم البنات الا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك واللايك والتعليق والبارطاج مع صحابكم وحبايبكم البنات باش هكا تكبر القناه ديالنا ونجيب لكم المزيد والمزيد والمزيد من الفيديوهات. راه تنشارك معكم الحلو الحار حياتي كامله تنشاركها معكم. وناديه راه باقا المهم الا دخلتي ما فيها باس الا بركتي على داك اللايك والاشتراك. جزاك الله كل خير ورمضان مبارك.